اياد، خد دي سجارة يا حمار، دي اللي هتعمل منك راجل. انت شايف اللي انا اشرب سجاير تبقى رجولة؟ عارف يا نادر، انا اعرف ناس كتير جالهم سرطان في الرئة وجالهم مشاكل في القلب وعملوا عمليات في القلب وناس كتير ماتوا. عارف انا لما باخد مصروفي من بابا بروح اجيب من دي السجاير واشربها في الحمام. احسن لك اعمل زي المستر جه. المستر جه. ازيك يا اياد؟ ازيك يا نادر؟ انا سمعت كل الكلام اللي انت قلته. بعد اذنك عايز اقول لكم حاجه. الرجوله مش انك انت تشرب سيجاره. الرجوله انك انت تنشر وتقول الكلام الصح عشان غيرك يستفاد بيه. على فكرة السجاير او السيجارة بتأذي ناس كتيرة وهم مش دارين او هم مش عارفين. عايز اقول لكم حاجة، السجاير ناس كتير قوي، مش الاف، ده الافات جالهم سرطان في الرئة وتليف وبلاوي في الرئة بسبب السجاير، وناس كتيرة ماتت بسبب السجاير بسبب الرئة، وناس تانيين جالهم انسداد في الشرايين التاجية في القلب ودخلوا يعملوا عمليات قلب مفتوح وما أدراك ما العملية المفتوح، وبرضه بيرجعوا السجاير تاني. منهم رجع ومنهم ما رجعش. وعايز أقول لكم حاجة تاني، الرجولة مش إني أشرب سيجارة. السجاير او السيجاره بتضر حاجات كتيره، بتضر صحه، بتضر فلوس، بتضر عيله. لانك انت ابنك هيشوفك بتشرب السيجاره، لما حد يعزم عليه هيقول ما انا بابا بيشرب سيجاره، ما انا بابا بيشرب سجاير، اجربها زي بابا، ما بابا بيشرب. نصيحه، انشروا الايجابيات وما تنشروش السلبيات. بتمنى حتى المسلسلات كمان تبطل ان هم يجيبوا الممثلين القدوة لكل الناس طول المشهد سيجارة ورا سيجارة، سيجارة ورا سيجارة. وبرافو عليك يا اياد على الكلام اللي انت قلته صاحبك نادر، وبجد بحييك انك انت ولد متربي. وكفاية الكلمة اللي انت قلتها، انا ابويا راجل علشان ما بيشربش سجاير. ويا ريت كل الاطفال تبقى زيك، يعرفوا يردوا لما حد يقول لهم خدوا اشربوا سجاره عشان تبقى راجل، يقول له ما انا ابويا راجل. برافو عليك يا اياد، ربنا يوفقك. يلا بينا نبدا الدرس. ربنا يهديك يا نادر. بسم الله الرحمن الرحيم.